صلاح يقود منتخب مصر للفوز على منتخب زيمبابوي بالضربة القاضية، مصر بتكسب 2-1 على زيمبابوي، بداية مهمة جدًا للمنتخب خاصةً إن جنوب أفريقيا كسبت أنجولا 2-1. كان في رعونة الماتش عقرب يعني، كان في رعونة من بعض اللعيبة بصراحة في بداية المباراة في إنهاء الهجمات، أول 12 دقيقة يعني في بتاع 6 أجوان كده ضايعين. ولكن الحمد لله الموضوع اتلَم ومصر قدرت تكسب. طبعًا الناس اعترضت شوية على موضوع تغيير إمام عاشور، أنا كنت شايف أصلًا إن إمام عاشور ما كانش المفروض يبتدي. لإن البدني بتاعه مش أحسن حاجة لسه، ولسه مفتقد حساسية المباريات، لسه قدامه شوية على ما يرجع. ووجهة نظري إن إمام عاشور ما كانش بيقوم بالدور بتاعه، اللي هو دور الplaymaker، المفروض كنت تنزل تستلم عشان نطلع بالكرة كويس ونعرف نوزّع اللعب ونفتح اللعب يمين وشمال وفي العمق والكلام ده كله. إمام عاشور ما كانش بيعمل ده الشوط الأول، ومرموش لمّا عملها لمّا لعب كplaymaker الشوط التاني، كان بينزل بقى ياخد الكورة من الدفاع ويطلع بالكورة، وبالتالي شكلنا كان كويس. فالحمد لله الموضوع يعني الحمد لله لحقنا نفسنا وقدرنا نكسب بالشخصية وبأداء الفردي للعيبة وإمكانيات لعيبة كبيرة عندنا في المنتخب بصراحة يعني. فما كانش ينفع النتيجة تبقى غير الفوز. إن شاء الله اللي جاي يبقى أحسن في الأداء قدام جنوب أفريقيا. وجهة نظري الشخصية لازم رامي ربيعة يبتدي الماتش بتاع جنوب أفريقيا عشان حسام عبد المجيد وياسر إبراهيم الاتنين يعني في السرعة مش أحسن حاجة، فلازم رامي ربيعة يبتدي. وإن شاء الله الأداء يتحسن في ماتش جنوب أفريقيا، وإن شاء الله هيتحسن أكتر قدام أنجولا. وبإذن الله إحنا مكملين لأبعد مدى في البطولة، وإن شاء الله إن شاء الله هنرجع بالبطولة من المغرب.